ايكولوكيشن. ده الايكولوكيشن. احنا قلنا قبل كده ان البات نظره ضعيف، صح كده؟ مم. لكن عنده حاسة سمع قوية جدا، حتى هتلاقي عنده لارج ايرز، يعني ودانه كبيرة شوية. طيب هو محتاج الايكولوكيشن ده في ايه؟ علشان وهو بيطير بالليل، هو طبعا ما بيطلعش بالنهار لان هو نظره ضعيف، والضوء الجامد بتاع النهار بيأثر على عينه شوية، فمش بيقدر يمشي. لكن هو بيشوف بس بنسبة ضعيفة جدا. طيب هو عايز بقى بنظره الضعيف ده وسمعه القوي اللي هو بيعتبر بيعتمد عليه بنسبة كبيرة جدا يا مالك وحمزة، علشان يقدر بسمعه يحدد مكان البري بتاعته، الفريسة بتاعته. طب هل يا ترى البات بس اللي هيقابلني هو اللي بيستخدم الخاصية دي، الاستراتيجي بتاعت الايكولوكيشن؟ الايكولوكيشن مش هتقابلك غير مع البات ومع ممكن. الدولفين. يبقى الايكولوكيشن دي استراتيجي بتستخدمها البات والدولفين. بيقول لي like bat and dolphin can't see well، هي اصلا مش بتشوف كويس. يبقى اللي بيستخدم ايكولوكيشن يا رودينا هو اللي can't see well، يعني اللي مش بيشوف كويس وبيعيش في الدارك. احنا عارفين المعلومة دي. بيعمل ايه بقى؟ ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ ايه الخطوط دي؟ بص يا يا سيدي، مش أصوات. انت بتدخل في مكان فاضي وبتزعق، بتبص تلاقي صوتك بتسمعه تاني تاني تاني، يعني مثلا تقول تحس ان هو بيتردد كده. خلاص كده. طيب هل صوت الخفاش معلومة برضو هديها لك عشان تبقى فاهم كل حاجة في الساينس؟ لازم تبقى فاهم كل حاجة. هل الخفاش صوته نقدر احنا نسمعه لو هو موجود على شجرة فوق او في مكان عالي زي احنا ما قلنا هو بيعيش في الكيفز او الكراكس؟ لو هو بيعمل صوت عالي فوق، هل انا اقدر كإنسان كهيومن ان انا اسمعه؟ لا. نو. لا. صوته عشان رغم احنا مين عايز يقول؟ عشان احنا عشان البشر ما بيكونش عندهم حاسة السمع، عندهم ما بيكونش قوية. محدودة يا شطور يا مالك، محدودة. أنا بسمع حاجات محدودة. هل أنت بتسمع صوت الزلزال يا مالك؟ لا. نو، محدش بيسمعه. ممكن اللي يسمع صوت الخفاش ده هو الدوج مثلا أو الحيوانات عامة، الانيمالز، ممكن اللي يقدروا يسمعوا. لكن احنا الايرز بتاعتنا، السمع بتاعها مثلا لو انا هحدد له نمبر هيبقى من 20 up to 20,000. يعني انا ما بسمعش غير في الحدود بتاعت اتش زي اللي هي التردد بتاعها هو كده. ما اعرفش اسمع لاعلى من كده، رغم ان الزلزال ده صوت عالي جدا. وعلى فكرة بالمناسبة صوت الخفاش عالي جدا، بيوصل ل 100,000. انت شوف انت بتسمع لحد فين، انت بتسمع ل 20,000. لا ده الخفاش اعلى من كده بس صوت رفيع، ودانك ما تقدرش تسمعه، ما تقدرش تمسكه. فهمت الحتة دي؟ أوه. ايوه، ما انت تسمعي صوته لو هو اكيد جنبك، لو معانا فاكيد هسمعه. لكن لو على شجرة او في كهف عالي وبيطير في الجو كده عشان يدور على البري، هل هتسمعيه؟ لا. مين فينا قاعد في بيته وحس بالليل ان في خفاش في السماء كده بيطير وبيدور على الاكل بتاعه؟ محدش فينا حس بالحاجة دي ولا سمع. صوت الزلزال نفسه احنا ما نسمعوش لكن نحس بيه، تحس بيه زي هزة كده، لكن ما تسمعيهوش، ما تقدريش تسمعيه ولا تحدديه. ولذلك عندك الخفاش use sound. ركز في الحتة دي كده، ركزي يا رودينا. use sound as their eyes، يعني علشان يقدر يعمل adaptation بيستخدم الساوند او الايرز اكتر من الايز، اكتر من عينيه. بيعتمد اعتماد كبير جدا على ودانه، على السمع، على الهيرنج. خلاص كده؟ ها؟ خلاص. لا. فاهمين افهمك بقى يعني ايه بقى ايكولوكيشن. افرجك على صور كده وانت معانا كده. ده الايكولوكيشن. الخفاش بيعلي صوته جدا ويزعق زي انت ما بتدخل الاوضه كده الفاضيه وبتزعق. هقول لك نشاط بسيط جدا يا حمزه انت ومالك. close your eye، انت هتقفل عينك and clap your hands.
حد كده another one، حد تاني هيعمل كلاب، يعني هيسقف. تبص انت وانت مغمض عينك، قدرت تحدد مكان الصوت فين واتجاهه ولا لأ؟ لا. ازاي انت مغمض عينك وفي شخص تاني بيعمل؟ اه اه. انت قدرت تسمع الصوت، انت قدرت تسمعه. وهقول لك كمان نشاط جميل جدا. انت بتبقى قاعد قدام التلفزيون ولا لا؟ كلنا بنستخدم الريموت. انت بتسمع الصوت اللي طالع من الريموت للتلفزيون؟ هو مم. بيطلع موجات فوق صوتية، بيطلع موجات ضوئية، المهم بيطلع موجات. الموجات اللي بتطلع دي انت بتحس بيها؟ نو. هو طبعا هي نظريته معقدة جدا، هو لحد الآن يعتبر بيدرسوا في الموضوع ده، بس اللي هقول لك المعلومات اللي وصلوا ليها. لما هو بيزعق بصوت عالي جدا، بيخبط الحاجة دي في البج، في الحشرة، وبيخبط برضو جزء منها في حيطة مثلا أو في بيت وهو ماشي. وبالتالي هو حدد ان دي حيطة، وحدد ان دي انسكت. ازاي؟ بص يا ست، الحشرة دي بتتحرك ولا واقفة ثابتة؟ لا بتتحرك. بتتحرك. نوضح ده ازاي؟ ان البات produces a sound. البات لما بيجي بيعمل صوت that travels through the air، بتمشي كده في الهواء. ايه اللي يخلي الصوت يوصل لك؟ ان الصوت بيتنقل في الهواء، يعني هو بيتنقل كده في الهواء، بس بيتنقل على شكل ايه؟ على شكل waves. as waves. these waves hit object. الويفز دي وهي ماشية بتخبط في الأوبجكتس، في الأشياء الموجودة حول البات and bounce back to the bat. وبعد ما بتخبط بترجع له، زي بالظبط التشبيه لما قلنا بندخل الأوضة وبنعلي صوتنا، أوضة فاضية كده ونعلي صوتنا، الصوت بيتردد وبيتكرر تاني ويرجع لك، انت بتسمعه. البات زينا بالظبط، هو بيعلي صوته والصوت بتاعه travels through the air، يتنقل في الهواء، بعد كده يرجع له تاني. والبات البرين بتاعه بيترجم، بيعمل ترانسليت للايكو اللي رجع له ده، ويعرف منه from the returning waves او الايكو اللي بترجع له دي. البات can know، يقدر يحدد if the objects اللي قدامه دي is solid or if it's prey. هل الاوبجكت دي solid، جسم صلب فما قربش منه، ولا prey اروح اكلها، ده الفود بتاعي. بتعمل خبطة كده في الانسكت، بترجع له تاني. بس بترجع له عاملة ازاي؟ هو طبعا عنده حاجة في البرين بتاعه، في المخ بتاعه بتحدد، وفي السمع بتاعه بتحدد. هي اللي الراجعة اللي راجعاها دي، بص بقى، بتبقى زي كأنها مهزوزة، كأنها مهزوزة، بص كده، وضعيفة شوية. يعني حد انا مثلا عملت بصوت رفيع شوية، فرجع لي بنفس التردد بتاعي، بص كده اهو، رجع كده، يعني مثلا. رجع كده. هو سمعه، سمع ان هو صوت مهزوز كأنه بيتهز كده. قال يعني لك مثلا. الوول يا اسيا، لما تيجي ترجع من الوول ترجع قوية جدا ومش مهزوزة. يقول انا لك كنت لا. لسه اقول لك كده. ايوه، ده جسم صلب، ده سوليد ايه، بادي. لكن ده كده جسم سوفت لين. طالما لين يبقى ده البري بتاعي، ها، ويجري ياكلها. علشان كده هو بيستخدم الايكولوكيشن. نعم يا حبيبي. هو طب ليه مش بيطلع يعني؟ لا، يعني مش زي بيقعد اليوم كله مش بياكل، بس بيطلع بالليل بياكل عادي؟ زي ما انت طول النهار بتطلعي وطول الليل بتنام. هم. اه طب، يعني هو العكس، يعني هو بينام الصبح عكسنا، اه. ويطلع بالليل. ايوه، شايفين الايكو لوكيشن، شايفين الموجات، احنا طبعا مش بنشوفها. انا وانا بتكلم وانت بتتكلم دلوقتي، انت شايف الصوت بيتحرك في الهواء؟ انت مش شايفه. عارفين لما تيجي تجيبوا روك، صخرة او حجرة، وتروح عند المية وترمي الطوبة دي في المية، فبتعمل زي موجة كده، شفتها الخطوط دي؟ ها، اكيد كلنا شفناها. ها.
ايوه شفتها. شكل الموج الموجات اللي انت شفتها دي، الموجات اللي انت شفتها دي هي نفس شكل موجات الصوت. ها، نفس شكل موجات الصوت، واخدة نفس شكل الموجة. بوريها لك بكذا شكل، بكذا شكل. اهو هو ماشي اصلا يزعق كده. وهبقى ابعت لكم يعني فيديو. ان انت هتبعت لنا صوت الخفاش. هبعت لكم فيديو وهو بيصطاد كمان. يا خلاص مس، كده، ايوه. يعني انت قصدك لما انا ارمي طوبة تعمل كده، قول لي بتعمل ازاي اللي هي تفضل دايرة يعني كده؟ دواير دواير ايوه، الحركه بتاعت الميه اللي انت شفتها دي هي دي شكل الويب بتاعت الايه الصوت برضو. يعني الصوت بيخترق الهوا كده، بس انت ما انتش شايف، بيعمل زي حركات كده بس انت مش شايف. طب هو بيعمل زي حركات كده بدليل انك سمعتني. يعني بدليل لو حد قاعد قدامك هيسمعك. عارف لو هو مش بيتنقل، عارف لو الصوت مش بيتنقل يا حمزة، اه. لو مش بيتنقل كده في الهوا والهوا بيمنعه انه يتنقل، ما كناش هنسمع بعض.